انا كده هصب عليهم الحدق بتاعهم كده للاخر اهو، واجيب البرطمان التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. واصب بقيه العقد. لازم الميه تغطي الزيتون. لو سمحت قربي كده، ما عنديش اي حته من الزيتون تبقى باينه علشان ما اجيبش عفن للمخلل بتاعي. انا عندي بقت ايه، هاتيلي هنا كده يا بوسي. انا حاطه هنا شطه كتير، هنا وهنا شطه كتير، فاحنا ما بنحبش الحراق. انا هحط شرايح الجزر دي تمتص معايا الحراره. شرايح الجزر دي اللي بحطها في قلب المخلل، مهما الحراره طلعت دي بتمتص، بس الزيتون بياخد ريحه الشطه، وانا عايزه الريحه مش عايزه الحراق القوي. طيب احنا عملنا ايه بقى؟ انا حطيت شرايح اهو. معايا دلوقتي قشر الليمون اللي انا عصرته، ده ما بيترماش خالص، ده ممكن انقص. استني كده يا بوسة. يلا انا هجيب القشر بتاع الليمون ده وهغطيه به وش البرطمان، مش هيخلي ان شاء الله الزيتون يحصل له حاجه. والليمون اصلا ماده حافظه لوحدها، محدش يحط اي حاجه يا جماعه، لا ورق لورا ولا الكلام ده كله، لا لا لا. هو الليمون اللي احنا قطعناه ده وخدنا الميه بتاعته، القشر ده افيد حاجه في الدنيا. يبقى انا حطيت قشر الليمون من فوق، والليمون ده طبعا ماده حافظه كلنا عارفين يعني. والبرطمان التاني غطيته بنفس الليمون، قشر الليمون. لسه معايا واحده هحطها هنا كمان. شايفين شكل البرطمان عامل ازاي المخلل؟ العين بتاكل قبل البق. شايفين شكل البرطمان بيقول المخلل فيه عامل ازاي؟ انا لسه برضو هجيب نوع زيتون تاني هعرفكم عليه، ما هيتعملش بالخطوات دي خالص. هعرفكم بتعمل فيه ايه وبتغير عليه ميه ازاي عشان نوصل للطعم المظبوط. ده هيبقى بيقرمش ويعيش معانا ان شاء الله سنه كامله باذن الله. هنفتحه في شهر رمضان مع بعض وهوريكم شكله عامل ازاي. لسه تركايه مهمه قوي 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 هعملها لكم حالا، بس سايبه لكم تبصوا بصه بس على البرطمان، تشوفوا شكله الجزر وهرسه الشطه عامله في البرطمان ايه. انا هحط هنا زيت على الوش، دي خطوه مهمه قوي. كل وش برطمان ياخد له معلقتين زيت زي ما احنا شايفين كده، لان الزيت ده بيمنع وصول العفن او البكتيريا الضاره على وش الزيتون. خلاص معايا كده، اخر خطوه بقى ان شاء الله. خلاص انا عملت ايه بقى؟ انا حطيت كيس التلاجة كده، فتحت كيس نضيف وحطيته كده على وشه عشان اضغط بيه قشر الليمون. هقفل معايا، ده هيزود الاحكام معايا. يعني شايفين كده زاد احكام الضغط معايا بقى. معايا كده هنروح للتانية. خلاص يا حبايبي كده خلصنا الزيتون معاكم، خلصت معاكم العجيزي وخلصت معاكم التفاحي. ان شاء الله هجيب الزيتون النوع الثالث هعرفكم عليه في الفيديو بيتعمل ازاي بطريقه تانية خالص. كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نفتحه في رمضان ورمضان كريم. اشوفكم في فيديو جديد.